اليوم البرامج والقنوات الكبيرة ماديا واللي عندها البلاتوات والإمكانيات والإشهار وصورة وحضور وبهرج يجلب الكبار والصغار، نشوفوا أن خدمتها موجهة بالأساس لضرب القيم ونشر الرذيلة بين الناس وتقديمها كمادة إعلامية تجلب المشاهدين ويتمتعوا بها، وهي للأسف السم مدسوس فيها. ثم برشا ناس يقول لك ولكنه هذا واقع وموجود، والبرامج هذه ما هيش قاعدة تجي في حالات عايشة في المريخ. نقول لهم صحيح، ولكن طريقة تقديمهم والتعاطي معهم هي اللي تخلينا نقولوا انه الغاية منها مش تنبيه الناس من المفاسد هذه، بل بالعكس اللي نلاحظوه انه الهدف الاساسي هو انه تولي هالممارسات امر عادي في المجتمع وطبيعي، والصورة المقدمة تخليك تقول اصلا. حاجة اخرى نحب نأكد بها كلامي انه الدين في البرامج هذه ما عنده حتى وجود في بلاد العربية لغتها والاسلام دينها، والإسلام إذا ذكروه وحكوا عليه فدائما وأبدا مربوط كان بالحاجات الخايبة: الإرهاب، العنف، التطرف، الجهل، الفقر، واللي ما يلقولوش مخلوق يشيروه من السوق، وإذا لزم يكذبوا ويزيدوا وينقصوا في سبيل أنهم يضربوا كل حاجة متعلقة بالدين الإسلامي في بلادنا. واسمحوا لي لهنا نقدم لكم مثال بسيط على اللي قاعد صاير من خلال تقرير قامت به صفحة الإعلام البديل تعليقا على ما قدمه الإعلامي الياس الغربي في برنامجه على قناة الحوار التونسي. خلينا نشوفوا مع بعضنا جزء منه ونرجع ونكملوا حديثنا. فتح ما يعادل 1000 كتاب أو الرياض القرآني اليوم، وفيما قال ليه في جريدة المغرب الأستاذ بدري بن منور المداني يقول: الكتاتيب والروضات القرآنية والجمعيات المشبوهة مصانع تفريخ الدواعش مفتوحة في بلادنا إلى الآن. أو كما سمعتوا الكتاتيب القرآنية أصبحت مصانع لتفريغ الدواعش. الدواعش عندنا في تونس عندهم عشرات السنين يا سيدي، أيبروا نقولوا من عام 2011 وقت اللي حلت الكتاتيب واحنا عندنا دواعش ما اكتشفها الياس الغربي والجوقة نتاع الإعلاميين في تونس إلا في 2015. وباش تعرفوا يا توانسة خطورة المعلومات اللي يروجوها مثل هالإعلامي هذايا، أيبروا نشوفوا اللقطات اللي يستدل بها باش يظهر أنه عندنا دواعش في تونس، والصور اللي مش يشاهدوها قدمها هو بنفسه في روبورتاج خاص في نفس الحلقة. واللي عرفت انتشار كبير بعد الثورة أبقى مغلق، وحد ما تعرف على أسرار، وللتذكير فإنه منذ تولي حركة النهضة الحكم تم إسناد حوالي 1000 رخصة لجمعيات إسلامية تقوم حول مصادر تمويلها وأهدافها شبهات كبيرة. وهنا بيت القصيد كالعادة نرجع للتريكة وخاصة النهضة، كل شيء يلزمنا نلصقوه بالحزب هذايا واللي عنده شعبية كبيرة في البلاد هذه، يلزم ضربه من كل الاتجاهات وفي كل البرامج الإذاعية والتلفزيونية. ويعني كذلك حسب الياس الغربي هالروضات القرآنية هذه هي اللي صنعت الدواعش، وكبروا في 4 سنين ولاو عمرهم 25 و30 سنة، وكبر الفكر نتاعهم ومشاو ولاو قتلة ومجرمين وراجعين لتونس باش يعملوا لنا مشاكل ويعملوا لنا جرائم. اللي نحب نقوله في النهاية انه خسارة حرية التعبير في تونس تم توظيفها لإفساد المجتمع ومش لإصلاحه، وتم استغلالها لتشويه الدين ومش إعلاؤه، والقلب يزيد يوجع كي يشوفوا هالدين العظيم كيفاش قاعد ينتشر في العالم ويعتنقوا فيه الآلاف، وإحنا عمال نزيدوا ونبعدوا عليه وعلى مبادئه.